عشان لو هو قبلني بكده بعرف انا استمتع باللي هو بيعمله لي. ايه والله بجد والله خلاص كده. احنا بنركب يعني. رجعنا لكم. ازيك يا عفيفي حبيبي يا صاحبي؟ نعم وفضل. ايه بقى هتحكي لنا هتكلمنا عن ايه النهارده؟ لا النهارده بقى انا يعني عايز اسير معاك حوار عشان انت يعني ما شاء الله ملك الإثارة. انت ملك، انت اللي ملك الإثارة. قول يا باشا. اسئله كتير جدا جت على الكومنتات، طبعا ده كدب عشان لو اي حد شاف الكومنتات مش هيلاقي ولا اي حاجه، بس مش مشكله هنعتبرها ده بتطير من اول لحظه. ماشي. انا كراجل اه عايز الاقي شريكه حياتي. حلو. ولقيتها. يا بختك. ماشي تمام، بس هي ما لقيتنيش. يعني ايه؟ هي ما فيش شعور من تجاهها من ناحيتي. ماشي فاهم قلت لك حبيبي. فالراجل بيبتدي يعمل ايه بقى؟ يبتدي بقى يحاول يتقرب منها، يحاول ان هو يبان قدامها، يحاول ان هو يعني يجذبها ليه، بيفضل بقى ايه يتنطط كده، فاهم؟ مش بيبقى مش على ديله يعني، فاهم؟ ف شايف ايه الابروش الصح الراجل دلوقتي عشان يجيبها او ان هو عامه ياتراكت بنت في حياته عامه؟ ده سؤال صعب جدا. سؤال صعب فشخ. بس يعني انت معلش اسالك سؤال الاول عشان اعرف ارد ازاي يعني. بس هل انت بتسال على البيست براكتس ولا بتسال على يعني تجربتك الشخصيه؟ عملت ايه مثلا عشان اتراكت بنات قبل كده؟ خلينا اصل احنا كده يعني مفيش حد فينا، او انت ممكن تبقى دارس يعني. لا انا مش دارس انا. بس اصل هي الموضوع وجهه نظر يعني، زي احنا مش بننظر على حد، احنا اصلا في البحث عن الاجابه. انت لو انت كنت يعني لو كنت اخترت الاختيار الاولاني كنت اقول لك مش هعرف. احنا في البحث عن الاجابه، بس انا هعرف الاختيار الثاني اللي هو ايه اللي انا مريت بيه بشكل شخصي بالظبط. ماشي. انا وقعت قبل كده في هذا الشعور يعني، اعتقد ناس كتير قوي وقعت فيه يعني. بس كنت معجب ببنت جدا جدا، ويعني نفسي بقى كمان تكون بتبادلني هذا الشعور يعني. بس وقعت بقى في مغالطه كلفتني كتير فشخ. احكي فشخ والله العظيم. بالله عليك تقول لي. ماشي هقول لك، بس افتح قلبك. هقول لك. لا والله هقول لك مش حد غريب عامه. انا هجيب لك الموضوع من الاخر وارجع لك. يا ريت. ماشي. انا انتهى بيا الحال ان انا بقيت احاول اكون الشخص الافضل في كل شيء. في كل شيء. حط خط تحت في كل شيء. انا نفس الكرش. ماشي نفس الكرش والله. خلاص اقف، مش عايز مش عايز اكمل. الحلقه انتهت خلاص. الموضوع انتهى. محاولة مني ان انا اكون الافضل في كل شيء. يعني لو هي عايزة تتكلم في السياسة ابقى انا احسن واحد شاطر في السياسة. لو عايز تتكلم في مقارنة الاديان ابقى انا دارس في مقارنة اديان وحاضر بمواضيع وتوبكس واسئلة وكلام ومش عارف ايه. كمان عايز ابقى انا الافضل في وسط اي حد هي هتشوفه او تقابله في حياتها. بعمل سكان لمين اللي في دوائرها ومين الناس اللي تعرفهم، علشان اعرف ايه مميزاتهم وهم شاطرين في ايه واقوياء في ايه. فالواد ده روش بيلبس كويس، انا بلبس احسن منه. الواد ده رفع شعار انا الافضل بقى ريجاردلس في كله بقى، اي حاجه. انا احسن واحد تخرجي معاه، تتكلمي معاه، تهزري معاه، تتكلمي جد معاه، تسافري معاه. انا الافضل. انت لو فول ستوب بالظبط نقطه. انت هتبقي غبيه فشخ لو انت ما اخترتنيش. والله بجد هو ده يعني. خلاص انا نظريتي كانت ان انا لو عملت كده هي مستحيل يعني. اصلي يعني مش هي بتدور على الافضل. طب انا الافضل ايه؟ ما خلصانه ايه؟ بس ما كنتش بقى عارف ان انا بعذب نفسي بهذا الموضوع وبحط نفسي. انت عارف انت بتحكي قصه كل راجل؟ ها بجد؟ الله يخليك والله. قصه كل راجل. انا فاكر ان انا الراجل الوحيد اللي هو قصه كل راجل. عشان كده انا قلبت يعني نفس الكرش. افتكرت بقى قصص بقى مؤلمه والله. بس هي ما بتبانش بقى كده في الاول. ما دي التريك. عشان كده بقول لك انا في الاخر خدت بالي من الموضوع ده. بس في الاول بتبقى ناتشرالي كده بتعملها وانت مش واخد بالك. اللي هو طيب ماشي اللي انت بتحبي اعرف ان هي عندها انترست في ده، اروح اتعلم عنه وافهم عنه وبتاع. وحرفيا والله بجد انا الاكزامبلز اللي انا قلتها دي يعني في منها كتير قوي بجد يعني. انا فعلا قعدت اقرا
في حاجات كتير عمري ما كنت قريت فيها. ما انكرش ان ده كان ممكن يكون ليه جانب ايجابي، يعني ان هو في الاخر كان دافع ان انا اعمل حاجات. بس الصحيان بدري ليه 7 فوائد. ايوه والسفر ليه 7 فوائد برضه، خليهم لهم يعني. بس يعني ممكن كنت اعملها بطريقه تانية، وممكن عادي بعد ما وصلت لمرحله من النضج شويه يعني بقيت فاهم ان انا مش لازم ابقى فاهم في كل حاجه يعني، وغالبا مستحيل ابقى الافضل في كل حاجه، وهو ده عشان كده احنا ناس مختلفه وكل واحد مميز في حاجه. مين فينا يعني هيبقى عنده ميزه كل واحد في الناس واميز منهم كمان. وبقى سمعت على عقد نقص عندي كشخص بحاول اثبت نفسي، وبحاول اقول انا هنا بصوت عالي ولاود وكلير ما تشوفوش، فاهم؟ بس هي في الاخر الموضوع فشل ان انا اعمل كده، بس هي اعجبت بيا في الاخر، بس مش بسبب اللي انا بعمله ده يعني، فاهم؟ بسبب ايه؟ بسبب حاجه كانت اوريدي فيا يعني، فاهم قصدي؟ يعني ما كنتش المفروض محتاج ابذل كل المجهود ده. عادي مثلا ان انا الشخص بتعرف تتكلم معاه او مش عارف ايه، وانا عادي يعني ممكن اسمع ناس كتير طبيعي بتاعك اللي انت اصلا يعني بتعمله معانا. بقى بسمع وبفهم وبحاول ما احكمش، وبحاول ابقى الشخص اللي معايا وهو بيتكلم يبقى مرتاح والكلام ده كله. بس الابروتش ده يعني انا مش عمري ما هعمله تاني يعني في حياتي، لان انا اكتشفت انه زي ما بقول لك كده هو صعب فشخ عليك ان انت تحط نفسك في المقارنه دي مع كل الناس. فبقى الابروتش التاني بقى بالنسبه لي هو ان انا ابين ايه اللي معايا، ايه اللي حقيقتك، ايه اللي في جعبتي بس بالظبط. وده احلى فلتر بقى للاشخاص. طب هسألك سؤال، معلش انا بقطعك. لا لو انت في ديت، ده اول ديت ليك، ده اول ديت حلو، وانت دلوقتي اللي بتقوله ان انا عايز ابقى شخص حقيقي، مش عايز تعجب بشخص مزيف، او ان انا اتلون يعني. اتلون عشان اعجبها. فانا ده عاجبك مش عاجبك خلاص، صح؟ بس هل في اول ديت انت بتكشف عن الجانب بتاعك الحقيقي، بس مش بتزين اي حاجه، مش بتلطف اي حاجه، بتديها على طول الحلو والوحش من اول مره، ولا بيبقى فيه؟ لا طبعا اكيد بيحصل تلطيف، بس تلطيف مش يعني مش كدب يعني، مش هقول حاجه مش عندي، صح؟ ومش هنكر يعني لو هي مثلا سالتني كذا غالبا هتكلم في ده. بس لا هبين اكيد طبعا، هبين حاجات فيا، بس حاجات انا شايف ان هي كويسه. انا بعمل كذا، بحب ارسم، بحب اخرج اللايف ستايل معين اللي انا بحبه. هتكلم بقى على السفريات اللي انا سافرتها والخروجات اللي انا خرجتها والحاجات اللي انا بحبها، بحب الزرع، بحب الرسم، بحب كذا هتكلم على ليلي، هتكلم عن حاجات حقيقيه في حياتي. ليلي ده الكلب بتاعته، فعشان بس ما حدش يشد. هتكلم عن حاجات حقيقيه، الحاجات دي لذيذه يعني، انا اسوم ان هي لذيذه او احب ان انا اظهرها. بس ممكن لو هي سالتني مثلا هل انت شخص بيتعصب بسرعه، غالبا هقول لها انا شخص بيتعصب بسرعه. يعني هيبقى عندي صعوبه قوي ان انا اكذب، علشان انا ما يعني بص، هو لو انا خدت حاجه انا حاسس انا اصلا عندي مشكله ان انا احس ان انا لا استحق هذا الشيء، فعشان اعالج هذا الشعور فبحاول ابقى صريح جدا جدا مع اللي قدامي، عشان لو هو قبلني بكده بعرف انا استمتع باللي هو بيعمله لي. ايه والله بجد والله خلاص كده، لان انا لو كدبت عليه بفضل حاسس بعقده ذنب انه هو لو عرفني على حقيقتي اكيد هيسيبني. 500,000 جنيه الكلام ده. ادفع بالله عليك اي حاجه. مش عارف بقى الامبوستر سيندروم دي ولا صح هي صح. والله ما دي بقى اتعلمناها امبوستر للي جهله يعني. امبوستر سيندروم ده ان انت على طول عارف ان انا مش في قد المكان اللي انا فيها، وان الناس هتكتشفني على حقيقتي وايه المصيبه اللي انا فيها دي، وان انا كل اللي بعمله ده مش حقيقي، والناس واخده عني فكره في حته وانا في حته وحشه خالص. ده الامبوستر سيندروم. صح بالظبط. فانا عشان عندي المشكله دي او بوادر ليها يعني، ما اعرفش هي متشعبه قد ايه، فعلاج ده بالنسبه لي انا تبقى حقيقي، ان انا ابقى صريح. مش جد، مش عشان الصدق بينجي يعني، طبعا ده كلام حلو، بس مش ده الدافع بتاعي، بالعكس خالص. هو الدافع بتاعي اناني جدا، هو ان انا دلوقتي انا مش عايز البس نفسي بالظبط. انا قلت لك ده انا وانت عارفني دلوقتي، وبعدين لقيتك بتكلمني تقولي تعالى، هبقى انا عارف ان انت بجد مستلطفني، انت بجد بتحبني، فاهم؟ لكن لو انا مزوقها لك وبتاع مش هعرف استمتع باللي انت بتديهوني او بالحب اللي انت بتحبه لي، مش هعرف. فبس فعشان كده ده المدخل بتاعي.
لو بنت جامد يعني، لو بنت حلوه قوي يعني وانا نفسي اظبطها يعني يعني ممكن ابقى مثلا ايه، بحاول اشتغل على ثقتي في نفسي في ان انا هقدر اظبطها بحقيقتي، مش ان انا يعني مش فاهم قصدي، مش طبعا مش ان انا هكدب عليها عشان اعرف اظبطها. وده بيحصل طبعا. ممكن يبقى انا في بنت عجباني وممكن اقول لها اي حاجه لو هي بتحب لو هي زملكاويه ممكن، بس مش للدرجه دي يعني. لو هي زملكاويه مش هنروح قوي كده يعني. ممكن اقول لها شيكابالا ده مثلا لعيب المفضل، خسرنا نص مصر كده. خلاص كنا نص مصر يعني يعني فاهم. مش هقول لها مثلا شيكابالا زي لعيب المفضل، مش هعرف يعني مهما كان انا عايز اظبطها. مش هعرف ابني الحوار ده على تحويره، لان انا هتحبني عشان هي في دماغ حد غيري انا اصلا يعني. ما بتجيش معايا سكه الصراحه الحته دي. اوف، انت برضه دخلت في حته. طب ماشي، ما اعرفش ده كان جاوبك على السؤال اصلا الاولاني. لا ما هو انا اللي هو ازاي تظبط من الاخر تبقى على حقيقتك. انا شايف دي اصلك طريق. ولو هي حقيقتك مع اني عارف انه يبدو كلام بالعكس. لا لو انت حقيقتك يعني مش عاجباها، حتى لو انت بتحبها it's for the better. يبقى احسن ان هي ما تحبنيش عن ان هي تحب واحد مزيف رغم ان انت بتحبها بصراحه. في ولاد كتير. البنت معلش لا ممكن ترجع عند الحته بتاعت الولاد دي عشان عايز اقول لك على حاجه. ماشي. البنت اللي انا كنت بحاول اعمل كل حاجه عشان خاطر هي قلبتني في الاخر وراحت لشخص تاني. وكأن انا النبوءه اللي انا كنت متخيلها اتحققت. هي شافت ان الشخص ده افضل وعايشين مع بعض والدنيا حلوه وربنا يسعدهم يا رب. انا بتمنى لهم بجد كل خير. بس اللي انا بحاول اقوله ان حتى لو ارتبطنا لفتره من باب الفرق ومن باب المحاولات ومن باب مش عارف ايه، وفي ناس على فكره بترتبط من باب الزن اللي هو خلاص يا عم الواد ده حط نفسه في حياتي فاهم، فاللي هو طب ما خلاص ما بيحبني ما بتاع. وفي ناس عمرها ما بتكمل يعني. بس فعايز اقول فعلا هي نهايه مختصره لوجع قلب كتير. ايوه. بس في ولاد بقى معلش يعني في ولاد مش متقبلين اللي انت بتقوله يعني. واحده في واحد بيموت في واحده فهو يقول لك ايه يا عم حقيقتي ايه وزفت ايه فاهم. انا عايزها تحبني حتى لو هتحب واحد مزيف مهم ابقى معاه فاهم. انا ضد ده. ماشي. انا بس بقول لك اللي بيحصل. هم اللي بيفكروا كده. فهو خلاص يعني بيسموها انفاتويشن ده اللي هو للجهله برضو. انفاتويشن انا جاهل. واحد جاهل. انفاتويشن ده اللي هو انت مفتون. ايه ده جايه من انفاتويشن مفتون صدفه دي. عايزين نبقى المصطلحات اللي كده على الشاشه كده فاهم زي فاكر البرزنتيشن اللي كنا عاملينها هو كي ووردز. بالظبط الريفرنسز اللي الريفرنسز تنزل تحت كده في التتر فاهم. هو مفتون يعني. هو اكشلي هو مش حب فاهم. هو مفتون. هو مفتون بيها فهو هو مش عايش يعني. هو مش طبيعي. هو حياته وقفت. حياته يعني مثلا لو حياته ده مثلث فهي ضلع منه. لو هي مش موجوده ما تهمنيش. انت فاهم قصدي؟ تشبيه جميل. الله عليك والله العظيم تشبيه جميل. ما انا هديت بقى المره اللي فاتت كنت بتنرفز. لما ببقى اهدى ببقى انت رومانسي جدا النهارده. انا رومانسي هادي بقى. الصبح من 6 الصبح. ماشي. ماشي. فهو بيبقى خلاص هو بيبقى مش شايف حياته فاهم قصدي. فده شخص حلو. غالبا الشخص ده هيلبس يعني. غالبا ان الشخص ده هيفضل وراها. والبنت يا اما هتزهق من الزن زي ما انت بتقول وتروح له. بس حتى لو ده حصل انت شايف الشخص ده هيمر بايه. خلاص وهو خد اللي هو عايزه وحقق اللي كان نفسه فيه فاهم قصدي. ما هو حلو قوي حته ان هو خد اللي هو عايزه. رايحه فين لو انا حاطط جول ان انا اظبط البت دي وتخرج معايا عندي خدت الجول خلاص. ما دونت اسك فور مور بقى خلاص شكرا. لكن لو انت الجول بتاعك انك مثلا تعيشوا مع بعض القصه خلصت. القصه خلصت وانس ان هو ارتبط بيها دي اصلا نهايه القصه مش بدايتها. ده اللي انت عايز تقوله. بالظبط. هو انت حققت اللي انت عايزه. انت حورت عليها وخدت المراد وهي فعلا انبهرت بيك وشافت ان انت شاب لذيذ وبتاع واخرج معاه. بس هي خلاص. بس عشان تبني علاقه اعتقد انت محتاج اساس اكبر من كده بكتير. فالاساس ده عمره ما يعني عمرك ما تبقى كاذب يعني تتقن الا في الافلام بقى اللي هو بيقعد يوهمها ان هو غني بس هو اصلا عايش في مش عارف ايه. وهي كل ما تيجي تكتشف حقيقته يقعد هو يعمل محدش بيعمل كده في الحقيقه قوي. فغالبا الكذبه او الحوار هيبقى هش صح على الوش فاهم. خرجنا مع بعض خروجتين اول ما لو ابتدينا نتعمق كل حاجه هتتكشف اللي هي
هتتطربق من الاخر فوق دماغه. صح. فمش حاسس ان دي حاجه. هي الفكره انت النهارده هتدوم. بتقول انا النهارده المفروض ابقى على طبيعتي. ساعات الولد بقى نفسه، طبعا احنا عشان بودكاست بنتكلم ولاد، انا مش بقول ان كل حاجه مشكله في الولد، بس احنا بنفهم في الولاد عشان احنا اولاد فكده. فانت النهارده لو انت بتقول ان الولد لازم يكون بيبان على طبيعته، ساعات الولد نفسه مش حابب طبيعته. انت فاهم الفكره؟ طبعا هو مش حابب نفسه. طب ما طبعا، طب ما ده اللي انا خلاني، ما هو ده اول سبب يخليك اصلا تكذب. طب السؤال بقى، لو هو مش حابب نفسه مين هيحبه؟ يا دين امي. ما انا اصلا انا مش هفتح توبيك كده وانا مش عارف هو رايح فين. يا دين امي معلش، فاهم قصدي؟ قول لي يا اسطى بقى. ماشي بوصيها لك اهو. ماشي. مين هيحبه؟ صح 100% مليون في المية اللي بتقوله ده صح. احنا لما كنا صغيرين ما يعني او اتليست اسرتي، يعني ما اعرفش ممكن حد يريليت لي ده ولا لا، بس اصلا كلمه حب النفس دي كلمه وحشه فشخ. يعني كلمه غلط تماما والله العظيم. ما ينفعش تحب نفسك. انت احنا بنتعلم الايثار، وان انت تدي اخوك حاجتك وتعمل مش عارف ايه. اخويا صح، فاهم؟ وعمرك ما تفكر في نفسك، لان دي اسمها انانيه. انك تحب نفسك دي انانيه، فاهم؟ انك تكير بنفسك بس، انت كده شخص بجد ما بيفكرش غير في نفسه. دي حاجه وحشه فشخ. صح. فانت اصلا اي بوادر لحب الذات بتتقتل في المهد. الله عليك. ماشي. الله عليك. والله العظيم بجد، والله بجد. انت من تحت. فانا والله واخدها من تحت. انا كبرت لحد مثلا وانا عندي 25 سنه وانا ما بحبش نفسي. يعني علشان ما اتعلمتش ومستعيب اصلا احب نفسي. يعني انا لو يعني ايه يعني ولا ما ينفعش تشكر في نفسك. طبعا يعني لا، ما يشكر في نفسه الا ابليس. ما ينفعش. والله العظيم. مره اسمعها. والله هو ابليس بس اللي بيشكر في نفسه. هو بيقول لك انا جامد انا فشيخ انا بتاع، بس اللي زينا ما ينفعش. لازم يبقوا متواضعين وبتاع. وكنت فاهم الموضوع غلط. يعني كنت في مفاهيم كده كانت مختلطه مع بعض. يعني حب النفس مختلط مع تواضع. مع التواضع او مختلط اكشن بالظبط. هو حب النفس انك تبقى مغرور اكتر. فاهم قصدي؟ مسمع في المغرور. فمش عايز ابقى مغرور، فمش هحب نفسي، فهقلل من نفسي قدام نفسي من غير حتى ما حد يقول لي حاجه. فبالتالي انا اصلا لما كبرت انت مش شايف نفسك بالظبط. اي حد يقول لي كلمه حلوه انا مش عارف احسها. ومش عارف ليه بقى مش عارف احسها. انا بعد كده اكتشفت. بس انا مش عارف احسها لان انا اصلا مش المفروض، مش عارف، مش متعود ان انا اقول لنفسي كلام كويس. فبالتالي لما حد بيقول لي كلام كويس انا مش مصدقه وبتهرب. مش مصدقك اصلا. انا مش مصدقك. انت كداب. انت بتقول لي كده عشان حاجه عايز مني حاجه. انت مش جينيوين اللي بتحبني. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. فاهم قصدي؟ ففضلت اتفادى هذا الحب بالنفس. ولو حد قال فيا ميزه انا عارف ان هي فيا هقللها برضه. هتكدبها. وكان بقى بيغيظني بقى موت، او اللي هو عدوي اللدود، الناس اللي بتحب نفسها وبتتكلم عن نفسها بتشو اوف نفسها وبتستعرض مميزاتها ومهاراتها. ان الناس دي اللي هو يا ولاد وبيجيبوا بقى. طبعا بيجيبوا بقى. ده بيعلم يعني انا وهو قاعدين في البتاع هو هيقعد يشو. انا على فكره عندي نفس المشكله دي لحد النهارده. بس انت هتقعد تشو اوف وانا بقى متغاظ منك فشخ. وتلاقي البنت مروحه معاه بالظبط. والمدير يتبسط منه. ما المدير شايفه هو دوت اللي بيتكلم وهو دوت اللي بيقول انا جامد. لا انا دي خدتها في مش عارفه في ايه. انا دي مش عارف ايه. لا انت عارف انا برضو مميز في مش عارفه ايه. قاعد بيتكلم عن نفسه كويس فشخ. فاهم؟ ايوه. بيبريزنت نفسه بيبيع نفسه. عارفه نقول اسمه طيب. لا بيبيع نفسه. فاهم؟ فهو ده بياكل فشخ. ايوه. وتلاقي طبعا الغلبان اللي شغال في صمت اللي بتاع ده يعني مستني حد يقول له انت جامد. ماشي. ولو قال له انت جامد كمان زي ما قلنا مش هتحسها. صح. فما اتعلمتش خالص 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 احب نفسي. حتى لو لما الواحد كبر شويه وبقى فاهم فيما يسمى يعني بعلم النفس او الصحه النفسيه او بتاع كده I can say ان السيلف لاف ده شيء حديث نسبيا. يعني احنا سمعنا هذا المصطلح بشكل من قريب مثلا، مش من اكتر من 10 سنين اكيد. ففكر ايه السيلف لاف ده وبتاع، وبعدين الناس بتتكلم عنه بشكل ايجابي. لكن بقى من السيلف لاف طلع السيلف كير، اللي انت تاخد بالك من نفسك وتقعد تحلق مش عارف شعر دقنك كل مش عارف ايه، وتحط كريمات وتحط مش عارف ايه، تهتم بنفسك قوي. ده برضو كان تبامبر يور سيلف. ده كان مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده في عيلتنا او في طبقتنا بشكل ما او باخر. ممكن تلاقي واحد كل 100 واحد
اللي هو بنقول عليه النزيه، ده اللي مروق على حاله بنقول عليه النزيه، بيلبس حلو وكل تلاقيه عند الحلاق كل اسبوعين مروق على حاله وبتاع، ده نزيه، ده فلتة، فاهم؟ ودايما مش محبوب من ولاد. ايوه والله فعلا مش محبوب من الولاد، لان هو ياض اللي انت هو الرجاله بيعملوا كده، انت فاهم قصدي؟ فالرجاله ما بيحبوش نفسهم، الرجاله بي لازم يبقوا متقدرين، متهانين، معفنين، منتنين، فاهم قصدي؟ هي دي الرجاله، هو ده الراجل، والراجل ده شقيان طفحان الكوته، ومفيش حاجه اسمها حب نفسي ولا خلي بالي من نفسي، مفيش حاجه اسمها كده. تحب اهلك، تحب مصر، تحب ربك تحب فاهم كده، تحب نفسك ايه يعني. بعدين بقى فانت طبعا واحد ما بيحبش نفسه، بيموت، مش بيسيك بقى، لو في كلمه اكتر من بيسيك، بيدور على الحب، اي حد يديله اي حب طبعا بيدور على الحب كعلاج، كفقدان عنده حاجه ناقصه. الراجل ما حدش بيقول له انت جميل، يعني هو ما بيقولش لنفسه انت جميل، فهو مستني اي حد، والنبي حد يعبرني يقول له انت جميل. بعد امي ما كانت بتقول لي انت جميل، كبرت خلاص ما بقتش تقول لي انت جميل، ما بقاش في حد تاني، فبيدور على هذا الشعور بشكل فشيخ يعني. المهم في بقى مصطلح، وهو ده اللي احنا جابني السؤال اللي تقوله، هي فكره ان ازاي حد هيحبك من غير ما انت تحب نفسك. انا ما كنتش فاهم طب ايه العلاقه يعني، ما هو انت شايفني، انت هتنرفز عليك انت شايفني شخص بعاملك كويس وانا محترم معاك، طب ما تحبني يعني، انت مالك ومال انا بحب نفسي ولا لا؟ بره عنك يعني، يعني بره يعني، ده انا ونفسي يعني، ما لكش دعوه، انت حبني وانا احب نفسي يعني، موضوع تاني يعني، قصدي ممكن نخليها بيني وبين نفسي دي يعني، اخلصه انا عارف ان شاء الله احب نفسي يعني، انا مالكش دعوه، irrelevant بالظبط. يمكن لما انت تحبني احب نفسي، ودي بقى نقطه تانية، ان انت تعتمد على ان الناس تشوفك كويس، فانت هي دي، هو ده المعيار الوحيد ان انت تحب نفسك. ما تفتح سنتر علاج نفسي يا اسطى بالله عليك يا عم، والله احنا لسه بنتعالج قسما بالله، لما نخلص علاج، لما نخلص دوره العلاج دي بقى نشوف الموضوع. ايوه صح. فما كنتش فاهم ايه العلاقه بين هذا الموضوع وهذا الموضوع، الى بقى وصلنا لرحله العلاج النفسي بشكل ما او باخر. ف عارف ان المقوله اللي هي بتقول لك كل واحد دماغه مريحه، فالمفروض تكنيكلي انت تبقى مرتاح جدا مع نفسك يعني انا لحد دلوقتي بحقد على الناس اللي بتقول لي انا برتاح مع نفسي. انا لسه ما وصلتش لهذه المرحله بتاع، انا مع نفسي بزهق جدا جدا جدا، يعني ببقى ملان، مش عارف، مش متسلي، مش مبسوط مع صحبتي، فاهم قصدي؟ طب معلش ممكن اسالك بس سؤال في حته، عشان الحته دي شائكه. انت طبيعتك اكستروفيرتد ده اللي هو عكس انطوائي. يعني ايه عكس انطوائي؟ اللي هو اجتماعي. هو اجتماعي حلوه دي. فانت اجتماعي، بس ده معناه ان انت مش حابب نفسك يعني، انت ممكن مش حابب تقضي وقت كبير مع نفسك. لا مش حابب نفسي. يعني هتجيب لي افكار مش عجباني، يعني واحد امتى يفرق ان هو مش ان هو اجتماعي فمش حابب ان هو لا مالهاش علاقه. فاهم قصدي؟ انا عايز بس انا فاهم بس هي لا، انا حاسس ان هي مالهاش علاقه. مالهاش علاقه، لان انا ممكن يعني ممكن ابقى قاعد مع الناس برضو، بس مش مبسوط من نفسي او من افكاري او من اللي بيدور جوايا. يعني انا ونفسي مش اصحاب، فاهم قصدي؟ عكس ضد بعض جدا، تهدموا بعض بالظبط. انا ممكن اكون انا محتقره وهو محتقرني، او احنا الاثنين يعني انت فاهم قصدي؟ علاقه هدامه، علاقه بنت كلب توكسيك فشخ والله العظيم، وايه ما تعرفش تسيب نفسك. انت نفسك بالظبط بقى. ما هي دي عشان كده، فهي بقى انت مجبر انك تحب نفسك، وما كنتش فاهم ليه انت مجبر انك تحب نفسك. يعني ما كنت ببص لها اللي هو طب ما احنا فينا عيوب ولازم انا انقد نفسي عشان اطور من نفسي، ويعني فاهم اشاور على الوحش عشان احسنه، حتى لو انا نيتي كويسه. بس انا ما ببصش برضو للكويس خالص، ما ببصش ان انا فيا خير وفيا الشر، او فيا الكويس فيا الوحش. فانا لو ما بصيتش للكويس ما هيتنسي، وهفضل بقى شايف نفسي انسان وحش. ولو انا اللي هو انا اكتر واحد عارفني شايفني وحش، صعب فشخ حد تاني يشوفني كويس يعني، لان انت تبقى ريفلكشن اللي جواك على طول. بالظبط، هتطلع كل ده في وش الشخص بالظبط، هطلعه. يعني لو هو بقى كان بيقعد يكتب لي كل يوم انت حلو، انا اصلا بيني وبين نفسي انا مش حلو. وانت لو حد بيقول لك على فكره انت جميل وانت تقول له لا مش جميل، هو اصلا هيتقفل هيتقفل. فاهم قصدي؟ مش بهرج. يعني
يعني انت المفروض البني ادم السوي بيعرف يتيك كومبلمنت، صح فاهم قصدي؟ صح. يعني احنا بنخجل وكل حاجه، بس مش بقول لا 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 انا مش يعني ايه مالك يا معلم عادي. يعني مش هزهو، يعني مش هصرخ الله انا جميل، يعني مش هسقف لنفسي، بس لا تيك كومبلمنت عادي، فاهم الفكره؟ وتصدقها عادي. وايه ده يعني انا كده فعلا ده. طب ما الناس بتقول لي كده، طب ما حلو ده، طب ما انا مش عارف ايه. ما تفرحش قوي ولا تقلل من نفسك ولا تقلل من عادي، نفسك. خليك سوي عادي بسيط. ومن ساعه بقى المفهوم ده ما اتغير، انا لا حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتي. يعني انا بقيت مش شايفها بقى العكس. يعني زي ما كنت زمان مش شايفها كده، اللي هو انا مؤمن انه مستحيل ما تحب يعني حد يحبك وانت بتحبش نفسك. يعني انت مش عارف تعمل بيس مع نفسك حتى بشكلك بتاع. ف ازاي انت بتكسبكت من حد تاني ان هو يحبك او يتعامل معاك؟ ورجوعا بقى لنفس النقطه اللي انت مش هتعرف تخلع من نفسك، فانت في علاقه فاهم ابديه. انت في حرب. الافضل الافضل انك تحب نفسك بحلوها بمرها بوحشها بكل حاجه. يعني هي ملهاش حل تاني، فاهم؟ والكره والغضب والتقليل ده محدش هيستفيد منه، محدش هيبقى كسبان منه حاجه خالص وبتاع. يتقبل انا فيا العيب الفلاني، انا فعلا بعمل كذا، فعلا بعمل كذا، هو مع ذلك بحبني. انت عارف الكوميدي في ايه؟ ان انت بتتقبل المشاكل بتاعت الشخص اللي انت بتحبه، اللي هو فيه كل مشاكل عامه، بس انت بتتقبل ده وما تتقبلش نفسك. ايوه انت فاهم قصدي؟ أيوة. يعني انت الشخص اللي قدامك مش ملاك، البارتنر بتاعك مش كل ملاك. الناس مش ملاك، مفيش حد كل ملاك. الناس وهو في جواه هتستحمل خرا من كل الناس، وفي جواه البدع طبعا زي ما انا جوايا البدع فاهم عادي. بس انا اقبل ده على البارتنر اللي انا بحبه، مش عارف اقبله لنفسي. صح. دي اصلا اول علامه ان انت فيك خلل. صح. انت بتتقبل ده من الناس اللي قدامك وهستحمله، لا عادي ده مثلا بيتعصب ايه المشكله، ده مثلا كذاب ايه المشكله، ده مثلا بيخوني ايه المشكله. طب وايه يا صاحبي؟ انت بقى ده انا مثلا بسيب قعده الحمام مفتوحه، ده انا 60 كلب، انا خنزير، انا خنزير. ايه يا صاحبي يعني فاهم؟ طب واللي بيروح ده فاهم، واللي بيكذب عليك ده تمام، انت تمام معاه، وانت بقى جاي عشان قعده الحمام سايبها مفتوحه خلاص انت كده فاهم. مش بقول لاي حد يسيب قعده الحمام مفتوحه، بس فاهم الفكره عشان دي بتعصبهم قوي. بس انت فاهم الهرش، فاهم فشخ. وده بقى تفهم انت ليه بتجلد ذاتك، تفهم انت ليه انا عمري مثلا ما كنت بتكلم عن نفسي ان انا اقول مثلا جدع عفيفي انت عملت كذا. عمري يعني عمري ما كنت بنادي نفسي بان انا بناديه. يعني فاهم الكلام دايما جاي من جوه، من الشخص الداخلي للي بره. صح. هو حد بقى اللي هو يا اللي انت بتعمله ده مش عارف ايه، بس انا عمري ما بكلمه باك. يعني انا هو عمال بيفشخني، بس انا عمري ما برد عليه، فاهم قصدي؟ بسقط. بس عارف انت الناس اللي هي بتطلع انا حلوه انا جميله انا زي مش عارف عارف الناس دي. انا عارفها طبعا. هو يبدو جنان بس هو ده شبه اللي انا هبقى عايز اقول لك عليه، انك تقول لنفسك هذا الكلام. اتجوزت اللي بتطلع تعمل والله يعني ده الموضوع شغال شغال. فانك تقول لنفسك هذا الكلام لا 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 مهم جدا 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 جدا. لان انت اللي بيعيش على الاكسترنال فاليديشن ده حياته صعبه قوي، صعبه موت. انا كان في حد برضو في حياتي زمان برضو في ايام الجامعه، ولما احنا سيبنا بعض عارف مثلا مش هقول لك مثلا عارف زي اللي بطاقته ضاعت، لا ده زي مثلا اللي اتعمل له ريسيت فاكتوري. هو مش عارف هو مين، هو كويس ولا لا، هو شاطر ولا لا، هو ذوقه حلو ولا لا. فقد كده المعاني بتاع ليه؟ لان هي كانت الشخص اللي بيمدني بهذا الموضوع. صح. فاهم قصدي؟ لكن انا دلوقتي من غير اي حد انا عارف ان انا شاطر في كذا، انا عارف ان انا فشيخ في كذا، انا عارف ان انا متوسط جدا في كذا وضعيف جدا في كذا. يعني انا عارف ده زي اي بني ادم لوحدي. انت وافقت عليه ما وافقتش عليه، هعمل لك ايه يعني؟ انا مش هتاثر. فاهم قصدي؟ العكس بقى الفتره دي تماما قد يبدو الموضوع غريب دلوقتي عشان هو الفرق بينهم كبير قوي، بس انا ساعتها ما كنتش عارف. انا بجد مش عارف انا ذوقي حلو ولا لا. انا لما كنت بعمل كده ابص عارف عيل الصغير يعمل كده ويبص كده على مامته يشوف، تقول له الله فيبقى الله يبقى ده حلو، تعمل كده لا يبقى ده وحش. امه مشيت مش عارف بقى ايه احط صباعي فيه. انا مش فاهم، انا الدنيا مش فاهمها. فاهم قصدي؟
فهو ده انا حسيته فشخ، وكنت ما كنتش عارف اتعامل يعني، فاهم قصدي؟ بس انا من الاخر يعني اكونكلود ده كله، ارجع اقول ان ما حدش علمنا how to love ourselves من واحنا صغيرين. هم حبونا حلو واهلنا ادونا حب وبتاع، بس كانت دايما كل السمات والتصرفات اللي ليها علاقه بان انت بتحب نفسك او واخد بالك من نفسك دي حاجه حريمي، حاجه البنات، الرجاله ما بتعملش كده. ده اخرك لو سيبنا يعني سيبناها اصلا البنات فيه برضه ما بيحرموهم من هذا الموضوع. بس صح. بس عشان كده انا اكشلي بشجع كل ما يتردد حول لموضوع السيلف لاف ده، انا شايفه حلو فشخ. طب عشان انت ايه رايك؟ آه. يعني عايز اسمع برضو انا اللي كنت عايز اوصل للحلقه هو ده من الاول خالص، ان انت النهارده لو في واحده بنت عاجباك، او عايز تجيب واحده بنت، او انت عايز تبقى اتراكتيف للبنات او ايا كان، خليك اتراكتيف لنفسك الاول. وانت لما اتراكتيف لنفسك باي ديفولت من غير ما اصلا ما تحاول، الشخص السليم نفسيا وسوي نفسيا هو اصلا شخص باي ديفولت مغناطيس. احنا كبني ادمين لو احنا شفنا اي شخص سوي احنا بننجذب له من غير اي حاجه بجد؟ في اتراكشن بيروح له، فاهم قصدي؟ الشخص السوي نفسيا عامه من غير ما هو يحاول، هو مش بيحاول، مش بيصطنع. انت فاهم قصدي؟ هو سوي نفسيا، هو بيحب نفسه وهو هادي، فاهم الفكره؟ فانت بتروح بتبقى اتراكتد لده، لان طبيعي انت لو انت شخص عندك اي نوع من انواع النقص انت بتشوف اكتر حد ممكن يكمل ده. فانت لو في شايف ان حد فيه حاجات كتيره جدا متكامله، طبعا كمان لوحده، فانت عايز تروح له تمد نقصك منه، فاهم الفكره؟ وكلنا ناقصين. واكتر بنت اتراكتيف هي تبقى البنت اللي هي شغاله على نفسها وبتحب نفسها ومش بتحاول بصراحه. مش بتحاول، فانت تلاقيها من بره كده اوف. واللي بيحاول ده بيبقى تيرنينج اوف، بالعكس اللي بيحاول ده الرجاله لو في بنت بتحاول معاك حتى لو انت في الاول كنت بتحبها، لو هي بقى البوشي ومش عارف ايه، لا 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 فاهم؟ او حتى كمان لو هي بتحاول تبين حلاوتها وتخبي تيرن اوف ابن لذين، ونفس الشيء للولاد، نفس الشيء للولاد. يعني هو يعني ما احنا مش يعني هو في الاخر بس عشان ما بصيتش للولاد قبل كده فعشان كده فعشان كده فاهم الموضوع بالنسبه للبنات يعني. فانت اشتغل على نفسك، يعني عايز تبقى اتراكتيف جدا ما تروحش تعمل حاجه عشانها، روح اعمل حاجه عشانك، صح؟ اشتغل علشانك على فكره بقى، حسن من نفسك انت. حصل. وبغض النظر عن البنت اعمل كل حاجه تحسسك انت ان انت مبسوط من نفسك، فاهم قصدي؟ اشتغل على وات ايفر الانسكيورتيز اللي عندك، روح اتعالج عشان نفسك. وحتى لو انت عملت كل ده والبنت اللي انت بتحبها ما جاتش، انت اشتغلت على نفسك كده وبتشخص اهدى تجاه نفسك، فاهم قصدي؟ ف تحب نفسك، ده الديفولت هيخلي الناس تحبك. هي مشكله الكلمه دي ان هي صيصه، تبدو كليشيهيه موت. يعني احب نفسك، يعني نفسي حتى لو نقدر نوصل لها للمصطلح، انا يعني تاني يعني تقبل علشان ما حلو تقبل اصل هي ليها كذا ستيج. اول حاجه تقبل، اول حاجه التقبل ان انت بني ادم، يعني انا اعترف اذا انا بني ادم وفي كذا وفي كذا، ممكن انت بني ادم يعني لو البني ادم سبيكترم، يعني سيدي انت في اوحش سبيكترم، بس انا اتقبل انا في اوحش سبيكترم عشان انا بني ادم. جميل. بعد كده عندك الستيجز الثانيه ان انا اتقبل ده، طب ازاي اتعامل معاه؟ وفي هوم ورك كبير جدا عشان تتعامل معاه، بس تخش ثرو التجربه دي، يعني خوض التجربه واشتغل على نفسك وشوف انت ايه المشاكل اللي انت فيها واشتغل عليها. فالرحله دي بتخليك انت حابب ان انت اصلا بتروح بتمشي عشان تقابل نفسك. حلو قوي. ما عشان كده بالنسبه لي احب نفسك مش بتوصف قوي الوصف الدقيق، عشان هي بتتكلم على اخر مرحله بالظبط، كانك هتروح للنتيجه على طول. اروح احب نفسك، لا هي جيرني طبعا. ما عمرك ما هتروح تحب نفسك مره واحده انا بحبني، لا انت زي ما انت قلت تبتدي بكذا وكذا وكذا وكذا. الريورد اللي في الاخر هي انك هتبقى انت ونفسك مستلطفين بعض، في وفاق بينكم، في اتساق، بتحب بعض، بتحب نفسك. واي حد يعمل كده عشان بنت، لان البنت دي لو طلعت من حياتك اتجوزت انت هتنهار، فاهم قصدي؟ هيبقى كل ده كان فيك، كل ده انا حاسس ان هو هتعمل كده عشان حاجه تانية غير نفسك عامه. ايه انت ما بتحبش ولا نفسك عشان شغلك ولا عشان انت محتاج تعمل كده بجد بينك وبين نفسك طبعا. وان ده مش رفاهيه برضو، نرجع نقول ان ده مش رفاهيه، ان ده كور كل اساس كل حاجه في العلاقات. يعني انت لو مش بجد لو مش قادر توصل للتوافق ده اللي احنا قلنا عليه، مش هنقول حب عشان الحب ده النهايه، بس لو مش قادر توصل للعلاقه دي بينك وبين نفسك
يستحيل. فقصدي اقول مش الموضوع الكريزه اللي فوق الجميله لا، هي اصلا ده القلب بتاع كل حاجه انت، او الاساس بتاع كل حاجه انت. اصلا لو ده مش مبني على اساس كويس، مفيش علاقه هتعرف تنجح فيها، ولا اهلك ولا شغلك ولا اصحابك ولا اي حاجه. يعني عايز اقول ما تستثقلش انك تشتغل على الموضوع ده او تفكر فيه او تحس ان هو رفاهيه وبعدين او ان كده في ناس في حياتي ومش عارف ايه. لا انا حاسس ان هو يعني يا ريت لو تبقى دي اول حاجه تعملها، صح. علشان خاطر كل اللي جاي بعد كده يبقى متظبط يعني. يعني واتمنى يعني كده الناس هتتعلمها بالهارد واي زي ما احنا اتعلمناها بالهارد واي للاسف. بس لعل وعسى يعني ان يا رب حد يعمل من بودكاست وناخد ناخد ثواب. ناخد ثواب او يعني نقطع كشف بقى. عامة انا حاسس ان كده يعني هو البودكاست يعني جزء من اور هيلينج بروسيس صح. كاشخاص يعني. بغض النظر بقى حد استفاد او اتمنى يعني حد سمع او حد اتفرج اساسا او لا، بس احنا we're doing this I think او at least for me يعني. وانا كمان انا بهيل بتكلم عن تجربتي، بحاول اطلع افكار بشكل زي ما انت تقول المره اللي فاتت ان احنا نقولها فيربالي كوميونيكيتها. عزب لما اتفرج على الفيديو الاول فيديو فاهم بيقول لي هو الدكتور قال لك قلت له ما قاليش، بس انا فعلا بعمل ده عشاني يعني. بعمل ده as a healing process عشان اكتشف نفسي، عشان اتعلم اتكلم عن اللي انا بمر بيه والفكر اللي انا بفكر فيه وكل الحاجات اللي هي بتلعب في دماغي اتكلم عليها. صح. فانا في الجيرني دي، بنشارك الناس فاهم. وانا لو مفيش حد اتفرج انا كسبت، انا كده كسبت يعني. انا الكونفرسيشن انا كده خلاص كسبت بالظبط. فاهم قصدي، انا خلصت كده فاهم بالظبط. وانا كمان بس وانا خلصت. شكرا. سلام. سلام.